السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة رابعة الجامدين. النهاردة معادنا مع ملخص باراجرافات يونت 3 وهنغني الباراجرافات كلها مع بعض، ولكن أنا عايزك تبقى عارف إن الباراجراف مش بيتحفظ، إحنا بناخد منه جمل عشان تساعدنا إن إحنا نكون باراجراف بطريقة صحيحة. يلا بينا. أول حاجة باراجراف بعنوان tomatoes. واو، كلنا بنحب الطماطم طبعا. تعالى أول مرة كده هنغنيها مع بعض وبعد كده هنترجمها وبعد كده هقراها وانت هتترجم ورايا. دي الطريقة اللي هتدخل المعلومة في دماغك ومش هتخرج تاني. Tomatoes are healthy food. Tomatoes are healthy food. They have seeds inside. They have seeds inside. Tomatoes are green before they are red. Tomatoes are green before they are red. We plant the seed and water it every day. We plant the seed and water it every day. تعالى دلوقتي نترجم. احنا كنا بنقول ايه؟ Tomatoes are healthy food، يعني الطماطم طعام صحي. لازم ابدأ الباراجراف بتاعي بانترودكشن، مقدمة تكون بتتكلم عن الموضوع اللي انا هتكلم عنه، وابدأ بقى اتكلم عن الطماطم فيها ايه بالظبط. عشان كده انا قلت they have seeds inside، يعني فيها بذور من جواها. واقول كمان tomatoes are green، يعني الطماطم بتكون خضرة. before، هنا before يعني قبل. before they are red، قبل ما تبقى حمرة يعني لونها بيبقى اخضر. we plant a seed، احنا بنزرع بذرة and water it، وبنرويها every day، كل يوم. طبعا في جمل كتيرة جدا تقدر تتكلم بيها عن الطماطم. المرة دي جه دورك ودورك يا بطل ويا بطلة. انا هقرا بالانجلش وانت تقعد تترجم ورايا دلوقتي عشان تثبت المعلومة وتثبت لنفسك ان انت بقيت مترجم جامد. Tomatoes are healthy food. They have seeds inside. Tomatoes are green before they are red. We plant a seed and water it every day. تعال ندخل على بيئات النباتات. Plant habitats. بيئات النباتات ده درس شكله صعب يا مستر. تعال بص كده وانت تعرف، هتلاقي ان الموضوع اسهل من السهولة. اول حاجة زي ما متعودين هنغنيها الاول. There are many plant habitats. There are many plant habitats in agricultural habitats. In agricultural habitats, farmers grow food for us to eat. Farmers grow food for us to eat. Farmers grow food for us to eat. They plant bean plants and orange trees. They plant bean plants and orange trees. In desert habitats, there is no much rain. In desert habitats, there is no much rain. تعالى دلوقتي بقى هنترجم اللي احنا قلناه. خلي كده الباراجراف في صفحة واحدة. There are many plant habitats. There are يعني يوجد، دي طبعا بتستخدمها كتير جدا في الباراجراف. لما تكون عايز تقول يوجد لحاجة جمع بتستخدم there are، ولما بتكون عايز تقول يوجد لحاجة مفرد بتستخدم there is. There are many plant habitats، يعني يوجد الكثير من بيئات النباتات. In agricultural habitats. agricultural habitats اللي هي البيئات الزراعية، وعايزك كده تتعود على نطقها agricultural، وممكن تقسمها على فكرة تقول agricultural وتبدأ تقولها بسرعة agricultural. في البيئات الزراعية farmers grow food for us to eat، يعني الفلاحين بيزرعوا الطعام لينا عشان ناكل. They plant bean plants، وبيزرعوا كمان يبقى هما بيزرعوا ايه؟ بيزرعوا نبات الفول and orange trees كمان، وشجر البرتقال. وهتكلم عن بيئة تانية اللي هي البيئة الصحراوية، اقول in desert habitats، في البيئات الزراعية there is no much rain،
يعني ايه no much rain؟ يعني مفيش مطرة كتيرة. المرة دي جه دورك ودورك يا بطل عشان تترجموا ورايا. There are many plant habitats. In agricultural habitats, farmers grow food for us to eat. They plant bean plants and orange trees. In desert habitats, there is no much rain. تعال نعيش بقى جوه المزرعة شوية بقى وناخد درس اسمه Life on a Farm، يعني الحياة في المزرعة. جميلة جدا جدا ودرس لذيذ وسهل قوي. تعال نغنيه الأول. I live on a farm with my family. I live on a farm with my family. We grow vegetables and fruit. We grow vegetables and fruit. The farm is quiet and beautiful. The farm is quiet and beautiful. I play with animals on the farm. I play with animals on the farm. تعال نترجم بقى ونعرف المعاني الجميلة جدا، وانا عارف ان انت وانتي عرفتوا المعاني اصلا، بس انا هزود. I live on a farm with my family. انا بعيش في مزرعة مع اسرتي. مستر بعد اذنك هو ليه قال on a farm؟ هي الفارم علشان مكان ليه ارضية كده ومفتوح، المكان ده بياخد on، يعني الفارم بتاخد on a farm او on the farm، ما بقولش in the farm. خدوا بالكم من التكة دي لانها مهمة قوي قوي قوي. I live on a farm with my family، يعني انا بعيش في مزرعة، مش هنا بقى مش على مزرعة، هنترجم عادي هنقول في مزرعة with my family. We grow vegetables and fruit. نبدأ بقى نتكلم كده ونقول احنا بنزرع ايه. اسهل كلمة ان احنا بنقول بنزرع خضروات وفاكهة. وابدأ اوصف الفارم بقى ان هي هادية، بقول the farm is quiet. المزرعة هادية and beautiful وجميلة. واقول له ان انا بلعب مع الحيوانات. الموضوع سهل جدا. I play with animals. انا بلعب مع الحيوانات on the farm، في المزرعة. ايه ده الموضوع كده خلص والله العظيم. تعال ناخد اخر درس معانا بعنوان بيبايرس. يعني ايه بيبايرس؟ يعني ورق البردي. تعالى ده الموضوع طلع سهل جدا. Papyrus is a very special plant. Papyrus is a very special plant. Papyrus needs a lot of water to grow. Papyrus needs a lot of water to grow. It grows near the river. It grows near the river. It was used to make paper. It was used to make paper. تعال نترجم يا مستر. Papyrus is a very special plant. ورق البردي ده عبارة عن نبات مميز جدا. وابدأ اقول له بقى هو بيحتاج ايه عشان ينمو. Papyrus needs a lot of water to grow. needs يعني بيحتاج، a lot of water يعني الكثير من المياه، to لكي، هنا مش to يعني إلى، to يعني لكي ينمو. It grows وبينمو فين بقى؟ near the river، بجوار النهر. طبعا مش هو need a lot of water، مش هو بيحتاج ميه كتير يا مستر. اكيد مش هينمو يعني in desert habitats طبعا في البيئات الصحراويه، لا اكيد هينمو near the river بجانب النهر. It was used to make paper. It was used to يعني تم استخدامه في ايه؟ to make paper عشان يعملوا الورق. مين اللي استخدموه؟ ancient Egyptians اللي هم المصريين القدماء. تعال ترجم بقى ورايا وقول يلا. Papyrus is a very special plant. Papyrus needs a lot of water to grow. It grows near the river. It was used to make paper. ودلوقتي يا بطل ويا بطلة أحب أقول لك شكرا جدا جدا، وطالما أنت استفدت ادعمني باللايك والكومنت الجميل، ويا ريت تشير الفيديو لكل أصدقائك علشان الكل يستفيد. بالتوفيق يا رب.